السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله كده هعمل معاكم بقى الفطار بتاعنا. فطار ده فطار بقى لو انت مستعجلة، لو محتارة ان انت هتعملي اكل ايه وما معكيش وقت. هتعملي الاكل ده ان شاء الله كده في ساعة، واوعدك ان شاء الله كده هيبقى يعني اكلة هتعجبكم قوي بالطريقة دي. ويعني مش هتبطلي تعمليها. فانا النهارده هعمل صينيه الكبده دي كده على البوتاجاز بطريقه ان شاء الله تعجبكم وسهله وما خدتش معايا وقت. اول حاجه هنا انا نزلت حطيت الصينيه بتاعتي او الطاسه على البوتاجاز كده، حطيت فيها معلقتين من السمنه وشويه زيت كمان. ومعايا الكبده هنا، طبعا الكبده دي مقطعاها مكعبات كده، غسلاها وبضيف عليها معلقتين من الملح، وكمان بعصر عليها ليمونة وبقلبها كده واسيبها شوية لغاية ما تنزل يعني لو في زفارة ولا حاجة عشان يعني ايه ما يبقاش فيه ريحة زفارة. وبعد كده باخدها اغسلها تاني. نزلتها بقى على السمنة بعد السمنة والزيت ما سخنت قوي، نزلتها على السمنة وانت بتحطيها طبعا تهدي النار شوية عشان ما تعملش يعني ولع ولا اي حاجة في الطاسة. وبعد كده بقى تعلي عليها النار، يعني كده هي على نار عالية. ضفت عليها التوابل بتاعتي، شوية ملح وشوية فلفل اسمر وكمان شوية شطة، احنا بنحب الحاجة يعني حارة شوية. لو انت مش حابة ده اختياري طبعا، يعني الشطة دي اختياري، بس اساسي فيها الملح والفلفل الاسمر. كمان ضفت عليها شوية كمون كده بتديها طعم وريحة حلوة قوي. استمر بقى كده اشوح الكبدة مع التوابل حوالي 5 دقايق كمان. وبعد كده نزلت عليها بالبصل، دول بصلتين متوسطين زي ما حضراتكم شايفين كده. انا مش ضرباها في الكبة، انا مقطعاها على ايدي قطع كبيرة كده. يعني عايزة تقطعيها حلقات، عايزة تقطعيها جوليان او اللي هي الجوانح، المهم يكون القطع بتاع البصل كبيرة. يعني مفيش اسهل من كده، يعني اهو الكبدة وبعد كده التوابل وعليها البصل، ضفته عليها كل حاجة مع بعضها على طول. وكمان هنا ضفت حبتين من الطماطم. الطماطم دي انا مقطعاها برضو حلقات، هم حبتين بس يعني. الوصفة دي طبعا بيبقى فيها البصل اكتر من الطماطم، كل ما تكتري لها البصل بتبقى جميلة جدا. ضفت كمان عليها شوية مية عشان تساعد في تسوية البصل، لان انا عايزة البصل يبقى مهروس كده يعمل معايا صوص. والحقيقة الوصفة دي بتفكرني بكباب الحلة. هنا بقى هعمل معاها شوية مكرونة محمرة، اللي احنا بنحمرها ونطشها بالشوربة، لان انا كان قبلها بيوم يعني عندي شوية شوربة. الحقيقة يا جماعة انا الحمد لله يعني ما برميش حاجة، كل حاجة عندي بستغلها. وانتوا عارفين بقى الايام دي يعني الغلاء اللي احنا فيه، يعني مش عايزين بقى نرمي حاجة وكل حاجة بتنفع يعني. فقلت هعمل بقى مكرونة محمرة بدل الرز يعني، وهو تجديد. وهنا الكبدة معايا استوت والبصل كمان استوى وعمل لي الصوص اللي حضراتكم شايفينه ده كده. البصل استوى معاها قوي ويعني كانت جميلة جدا والله. يعني انا عملتها فوجئت بعدها كمان جايبين كبدة وبيقولوا لي اعمليها بنفس الطريقة دي. وهنا المكرونة بتاعتي برضو اهي استوت. يعني الحقيقة اكلة ما خدتش معايا وقت ولا مجهود وسريعة، يعني قبل الفطار بساعة لو هتعمليها مش هتاخد معاكي وقت خالص. وادي كده السفرة بتاعتي جاهزة طبعا. انا حاطة كميات قليلة يعني وانا بصور، لان انا ما بقاش يعني واخدة راحتي في التصوير قوي، فيعني دي كميات ايه، مش ده كله الاكل يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم
والقاكم بخير مع فيديو جديد ان شاء الله.